السلام عليكم جمهور الزمالك العظيم. انتهت مباراة الزمالك وأرتا سولار بهزيمة الزمالك 2-0. الزمالك بداية موسم غير موفقة. أول هزيمة في بداية الموسم من فريق اسمه سولار، وأنا مش عارف يعني أقول إيه. الزمالك كان في بداية الماتش الشوط الأولاني كان هو الأفضل، كان هو الأحسن، أكثر استحواذ. أوباما ضيع جونين وضيعنا 3 فرص قريبين قوي للجون، وكنا احسن وافضل واحسن رغم ان احنا بنلعب على ملعب ترتان وجو صعب. بس المفروض اللعيبه متعوده على كده. اللعيبه يعني مش اول مره، يعني اللعيبه لعبت قبل كده كتير في الاجواء دي. وخلص الشوط الاولاني 0-0. طبعا تصوير، كلنا شفنا الماتش، كل الزملكاويه شافوا الماتش، يعني انا اتحولت من التصوير. الشوط الثاني طبعا حصل انقطاع للبث. لقينا المذيع بيقول النتيجة 1-0 لفريق سولار. سولار جاب فينا جون. سولار جاب فينا جون ازاي؟ ما شفناش ولا عرفنا ولا اي حاجة. بس النتيجة 1-0 ماشي. في اول 10 دقايق يعني طبعا ما شفناش الجون، ولا شفنا جه ازاي اصلا، ولا كان في اعادة. يعني يعني كويس ان كان في اصلا نقل للماتش يعني. بعدها بشوية طبعا معرفش لعبت الزمالك الشوط التاني مالها. ايه اللي حصل؟ الشوط الاولاني كنا كويسين وماشيين كويس وبنروح للجون وبنضيع، وباما ضيع جونين. ضيع جون في الشوط التاني وللعسل يعني. اوباما راجع لينا تاني. اوباما رجع لينا تاني. بس دي هنقول بداية موسم، وان شاء الله هنعوض، وان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله. يعني كويس ان النتيجة خلصت 2-0 بس. في كورة صبحي طلعها كانت هتبقى قبل التاني، وكانت هتبقى 3 والله أعلم، كانت ممكن تفتح من فريق اسمه سولار. سولار ولع فينا نار. سولار ولع فينا نار. طبعا الجون التاني طبعا حاتم سكر، طبعا كالعادة حاتم سكر لازم يشارك في أي نصيبة. حاتم سكر أنا مش عارف، هو عبد الشافي لو سليم وكويس ليه ملعبش وابدأ بيه؟ ليه مقعد حاتم سكر لغايه يعني 90 دقيقه و95 دقيقه ليه؟ حاتم سكر عمل كوارث كتير قبل كده. ناشئ ولسه صغير وقدامه مستقبل باذن الله ويبقى. بس انا مش عارف والله. عبد الشافي رجعتوه من الاعتزال، لسه راجع من اصابه. طب ما هو معاك على الدكه، يعني جاهز، يعني ممكن ينزل يشارك. ليه؟ طبعا اللعيبه مفيش تدعيمات، مفيش اي حاجه، كله على الله. غياب زيزو وفتوح النهارده للإصابة أثر بشكل كبير. الملعب سيء جدا. التصوير أسوأ من كده ما شفتش. كل الظروف كانت ضد نادي الزمالك النهارده. كل الظروف كانت ضد نادي الزمالك النهارده. وانا مش هقول غير الحمد لله ان النتيجة خلصت 2-0 بس. نقدر نعوض، هنقدر نعوض ان شاء الله، هنقدر نعوض ان شاء الله. لان ما ينفعش أسوأ بدايات، يعني من فترة طويلة أسوأ بداية لنادي الزمالك في بطولات أفريقيا النهاردة من فريق سولار. بيجيب فينا جونين، بيجيب فينا جونين. ماليش دعوة بالملعب، وانتوا اللعيبة المفروض متعودة على الأجواء بتاعت أفريقيا، وعارفين الجو في أفريقيا والملاعب شكلها عامل ازاي. فريق أصلا فريق ولا هو وحش ولا هو حلو، متوسط. بس ما ينفعش. انتوا المفروض لعيبه الزمالك، انتوا المفروض لابسين تيشيرت نادي الزمالك. الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، وماتش خلص وماتش عدى، وان شاء الله هنعوض في الماتش العوده. احنا محتاجين 3-0، ودي مش بعيد يعني، مش صعبه. مش صعبه على فريق
سهل في المتناول على ارضك، سهل في المتناول في ملعبنا هنا. باذن الله نقدر نعوض في اللي جاي، وبدايه غير موفقه. عايزين بقى، عندنا ماتش بيراميدز يوم الخميس، اول ماتش لينا في الدوري. لعيبه بقى خلاص يعني دخلت في الموسم الجديد، اول ماتش هزيمه، مش عايزين الهزيمه بتاعت النهارده تاثر علينا في بدايه الدوري، مش عايزين الهزيمه النهارده تاثر علينا في بدايه الدوري. باذن الله نعمل ماتش كويس جدا قدام بيراميدز ونقدر نفوز وناخد اول 3 نقاط، ويا رب يا رب يعني الدنيا تتعدل شويه في نادي الزمالك، عشان خلاص بقى انا الواحد تعب والله. الحمد لله على السلامه يا اوباما، الحمد لله على السلامه يا اوباما، نورت ناديك نادي الزمالك من تاني. طبعا انا مش قادر اقول ايه، انا كنت طالع وعايز اتكلم على ماتش بس الف في الاول يعني مش هنسى برضو، الف مبروك لفريق اتحاد العاصمه الفوز امبارح ببطوله السوبر الافريقي على حساب ابن بلدي وغريم التقليدي النادي النانوس النادي الاهلي. و... وان شاء الله ما تكونش دي اخر هزيمه للنادي الاهلي، ويكون فيها يعني هزائم جايه. طبعا انتوا هيحفلوا علينا يقول لك سولار غلبكم مش عارف ايه، انا يا باشا نادي متدمر فعادي يعني، انا نادي متدمر، بس ما ينفعش كنت اتغلب النهارده من فريق ضعيف زي ده. بس ان شاء الله القادم افضل والقادم احسن لنادي الزمالك، نتمنى خير في القادم. السلام عليكم.